هاخدكم معايا النهاردة في يوم من أيام تحدي شهر فبراير. كل الخطوات وكل الستبس هقول لكم عليها وهقول لكم ايه الإضافات وايه فوائد كل واحدة. ومش بس كده، احنا هنعملها سوا كمان. وبعيدا عن ان انتوا هتدخلوا التحدي او لأ او هتقعدوا شهر منتظمين، الفيديو فيه نصائح عامة هتفيد قوي لو خدتي حتى واحدة منها واستمرتي عليها. والموضوع ده مش بس متوقف على شهر فبراير، تقدروا تستخدموه في اي وقت وفي اي شهر، بجد هيفرق معاكم جدا وانتوا هتشوفوا ده دلوقتي في الفيديو. هوريكم الفرق قبل وبعد في حاجات من اول اسبوع هتبان على بشرتكم وشعركم. المورنينج روتين هي اول خطوة ودي بتتغير من شخص للتاني. انا عن نفسي بحب اغسل ايدي كويس عشان لو فيها ميكروبات او بكتيريا، وبعد كده بغسل سناني ووشي بالعسل. ايوه بالعسل، والعسل فوائده كتيرة جدا للبشرة، بيرطب وبينضف وبيهدي الالتهابات وبيتوصف للناس اللي عندهم اكزيما. انا بحبه علشان اقلل استخدام بشرتي للغسول عشان مليان مواد ضارة كتير، او مش هنقول مواد ضارة، هي مواد بتقتل كل البكتيريا النافعة والضارة اللي موجودة في البشرة. فاحنا مش بنبقى عاوزين نقتل البكتيريا دي عمال على بطال صبح وليل، فكفاية قوي مرة واحدة بالليل. وده كلام اغلب دكاترة الجلدية، وعشان كده بدأت استخدم العسل. العسل ممكن تستخدمه اي براند، احسن حاجة امتنان وخصوصا عسل الموالح. بستخدمه زي الغسول بالظبط لانه برضو في ناس بتسأل. بعد كده بنشف بشرتي بمنديل، تنشيفة كده اللي هي كروكي، وببدأ احط مرطب على بشرة مندية. وهنا الاضاءة كانت بتروح وتيجي فهتلاقوني بسمر بعد كده بفتح، فمش موضوعنا. ممكن كمان لو بتستخدموا سيرم مثلا لبشرتكم تحطوه، المهم الروتين الصباحي بتاعنا عادي. انا بحط سيرم لحواجبي اللي هي الماسكارا اللي احنا بنعملها سوا. الماسكارا دي بجد فارقه قوي في حواجبي، ويمكن اللي متابعني من زمان هيبقى عارف ان حواجبي كانت اخف وارفع من كده. بس الحمد لله يعني السيروم ده بجد عسول قوي. بعد كده بقى بعمل اللي هو يعني حاجات كده بسيطه لشعري، مش مساج طويل، بس بجد عشان شعري بيبقى وجعني قوي من كتر ما هو كعكه مثلا وانا نايمه او ضفيره، فبيبقى فيه 8 9 ساعات هو على نفس الوضعيه فبيبقى وجعني. فبفكه كده بالراحه وبعد كده بشوف انا هعمل ايه تسريحه النهارده واقعد بيها. غالبا بحب قوي اقعد بالكعكه لان هي اكتر حاجه مش بتكسر شعري ولا بتخليه يتموج، فانا ببقى حابه قوي ان انا اعمل كعكه. نيجي بقى لواحده من اهم الحاجات اللي كلنا بنسعى عليها، وهي ان التحدي ده فعلا قلل تساقط شعري تقريبا اكتر من 95% من النسبه اللي كانت بتساقط فيها في الاول. انا شعري كان متبهدل يا جماعه. ايه ده، ايه الجمال ده. بعد كده بقى احنا متفقين ان احنا بنشرب خلال اليوم 3 لتر ميه، فبحب اعبيهم في ازايز وافضل اخليهم دايما موجودين قصادي، عشان انا غالبا بقعد في الاوضه وبحب كده كل شويه ابص انا فاضل لي ازازه فاضل لي ازازتين عشان ما انساش، والشتا مش بيعطشني فانا لازم اجبر نفسي ان هم قصادي. غالبا بعمل ميه بذور الشاي وسالتوني عليها، بعملها بس مرتين في الاسبوع علشان بتعادل هرمونات معينه لما بتقل بتعمل تساقط. بحط على كميه 600 مللي ميه معلقه صغيره من بذور الشاي ونص ليمونه متقطعه شرايح. لازم نسيبها ساعتين قبل ما نبدا نشرب فيها، ساعتين 3 4 اليوم كله، ونفضل نشرب كده طول اليوم. المهم انها تقعد ساعتين علشان بذور الشيا تنفش وتشرب الميه اللي محتاجاها. يا جماعة هي مش بتحسسني بالشبع خالص وبرجع اكل عادي. خطوة تانية موجودة في التحدي وهي 500 ملي مية على الريق، بتنقي البشرة جدا من اي اثار حبوب. كمان بتساعد على ترطيب الشعر لان الشعر فيه نسبة كبيرة من المية، ده غير طبعا ترطيب الجسم. وخلال اليوم كده قعدت اعمل مع ماما بنيهات ستان ليا ولصحابي. والستان من الحاجات اللي مش بتمتص الزيوت اللي موجودة في الشعر، فبتحافظ على ترطيبه بأكبر شكل ممكن. كمان مش بتنقل الدهون ديت للبشرة، وبالتالي مش بتعمل أي حبوب. وكده يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر، حافظنا على ترطيب شعرنا وما طلعناش حبوب، وكمان مش هيبقى هايش لما نصحى. نيجي بعد كده للخطوة من خطوات التحدي، وهي ان احنا نشرب عصير فريش خلال اليوم. عصير اخضر، فيتامين سي، المهم ان يبقى فيه فيتامينات كتيرة عشان نعوض لو فيه نقص فيتامين او انيميا او اي حاجة. ده بيعتبر زي مالتي فيتامين للشعر وللبشرة، علشان مثلا لو عندنا انيميا او تساقط شعر بسبب اي حاجة عندنا، عشان لما اي حاجة بتتساقط. نيجي بقى للنايت روتين، ودي الستبس الاعظم والاكثر والاقرب الى قلبي، واللي تقريبا دايما كنت بصورها لكم. نفس الحاجات بتاعت الصبح، بس هنغسل بشرتنا بالكلينزر، هنرطب عينينا، هنرطب بشرتنا. ولو مثلا بتستخدموا ادبالين او سيروم او اي حاجه تقدروا طبعا تحطوها بقى، ما احنا خلاص we will go to sleep، فهننام يا جماعه، تصبحوا على خير. هنيجي بعد كده بقى اهم حاجه بالنسبه لي اني بختار يومين 3 كده بعمل فيهم مساج لبشرتي
بس كل يوم بعمل مساج لشعري. فانا هنا كان اليوم اللي عملت فيه مساج لبشرتي. وعلى فكرة احنا نقدر نعمل المساج بايدينا او بمعالق او باي اداة مساج. وانا هنا كنت بحط الادابالين كستيب 2، بستخدم الساندويتش تكنيك، كلمتكم عنه في فيديو الادابالين قبل كده، اللي انا بحط مرطب بعد كده الادابالين بعد كده مرطب مرة تانية، علشان الادابالين ما يعمليش لا جفاف ولا احمرار او irritation في بشرتي. ودي اكتر حاجة سمعت بيها نصايح مش طبيعية من اغلب دكاترة الجلدية برا مصر، وخصوصا في كوريا لانهم بيحبوا الريتينويل ومشتقات فيتامين الف قوي. بعد كده بستخدم نفس السيروم اللي احنا عاملينه، اللي هو الخلطة بتاعة الحواجب دي، بالليل، يعني زي الصبح وبالليل. بعد كده برضو برطب شفايفي، بس بحب اغير قوي في المرطبات، ما تسالونيش ليه، وما عنديش حاجه فيفورت، كلهم حلوين، كلهم بستخدمهم عادي. هنيجي بعد كده بقى لشعري اللي بستخدم فيه اكتر 3 خطوات مهمين بالنسبه لي للشعر. اول حاجه سبراي الروزماري، وبحط عليه اعشاب تانية تكون مفيدة برضو لبصيلة الشعر زي حبة البركة والقرنفل او اوراق السدر، مشهورة جدا وحلوة قوي، وبضيفها في روتيني تقريبا بقالي شهر. بجد شايفة ان الموضوع لطيف، وفيه ريحة حلوة وتنظيف كويس، وكمان شوية تقلان شعر، حاجة بسيطة الصراحة، مش ملاحظة حاجة قوي، بس هي من الحاجات اللي ليها فايدة. وخلينا مركزين، احنا مش محتاجين ان احنا نبل فروة راسنا بالسبراي، يا دوبك على كل فرق رشة واحدة، وبنعمل مساج لغاية لما الرشة دي كل الجذور تمتص. حاولوا على قد ما تقدروا ما تسيبوش الشعر يبقى مبلول بالسبراي، لان بجد هيعمل معاكم قشرة، وممكن يوقع لكم شعركم وترجعوا تقولوا ان هو وحش او ان هو اصلا بيوقع الشعر. وفي طريقة تانية، هو ان انا برش السبراي على صوابعي الاول، وبعد كده بدخل بالراحة في بصيلات الشعر والاماكن اللي انا مش بطولها، وبقعد اعمل مساج لطيف وبالراحة خالص. المساج بيقعد من 5 دقايق ل10 دقايق، بعمل منهم انفيرجن ميثود اللي هي ان انا بقلب راسي لقدام، وبقعد اعمل المساج ده بالراحة. وانا ببقى دايما حنينة مش عنيفة ومش متسربعة. لو عرفت اشغل اغنية هادية كده ولا ميوزك كمان بشغلها. بعد ما بتعملوا المساج غالبا شعرنا بيبقى ناشف كده شوية لانه خلاص بقى، فبستخدم مرحلة المويست او الترطيب بتاع الشعر، وده زيت انا اللي عاملاه، وهو من زيوت كتيرة مش متوفرة حاليا. انا لو عرفت اوفرها واعمل لكم فيديو عنها حاضر هعمله، بس ده انا بستخدمه كليفن، ده تقريبا الطف نوع زيت استخدمته في حياتي على شعري، وبجد لما تتوفر الامكانيات بتاعته انا هبقول لكم عليه. ما استخدمتش كتير يومها لان شعري ما كانش محتاج زي ما انتم شايفين، كنت مرطباه في اليوم اللي قبله معاكم برضو في الفيديو. بس كده هلم بقى شعري، بعمله كعكة عالية او ضفيرتين او حتى بلفه طاقية لو ورايا مشوار. المهم ان انا خلاص كده هلم شعري، عملت كل الخطوات، المساج والسبراي، وكمان رطبته لما بيبقى محتاج، وكده هلفه. انا بقى النهارده كان اول يوم ليا مع البونيستا تان بتاع ماما، فكان لازم اوريه لكم شكله عامل ازاي. يا جماعه كان خطير، كانت عامله لي 2، وكان في 2، واحده لاختي وواحده لصاحبتي. هي تو ماتش ديتيلز، بس معلش انا بحبكم وبحب احكي لكم حاجات كده معينه. بس ده كان شكله، وبجد كان مريح قوي، وجماعه بيدفي، مش فاهمه ازاي، بس هو بيدفي. حاسه ان انا ممكن استخدمه فيما بعد كحمام زيت، لما يعني احط حمام زيت استخدمه عشان يدفي شعري قوي ويمتص كل الزيوت اللي انا حاطاها. في حاجه بقى نسيناها، فاكرين ما قلت لكم ان احنا لازم نشرب عصير اخضر؟ انا بقى في اليوم ده كنت نسيته، يعني كنت عملته بس نسيته، رحت جبته قلت ابدا لازم اشربه، وشربت بقى العصير الاخضر. وانا بشرب ده كان تقريبا ليمون بالنعناع بالكزبره بالموز، مش فاكره، شويه حاجات. بالنسبه بقى لجسمنا، لان احنا متفقين ان في بشره وشعر وجسم ليلا، انا برطب جسمي دايما بعد الشاور على جسم منديه، عشان كده كنت بندهلكم، بحط نقطه نقطتين على دراعي كله زي ما انتم شايفين كده، من زيت جونسون. الزيت بيساعد على ان الجسم يحبس ترطيب كمية المية اللي احنا لسه حاطينها، عشان كده بقول لكم بنحط على جسم مندي، وبعد كده بيدي لمعان كمان. هنيجي بعد بقى ما حطينا الزيت وعملنا له مساج لطيف كده، هحط اي مرطب. المرطب ده انا لقيته تقريبا رخيص وبريحة البابل جام عجبني قوي، وكان حجمه 150 ملي، كان ب30 جنيه تقريبا، فعجبني قوي، وملمسه خفيف مش مزيت خالص اطلاقا، تقريبا ما فيهوش اي زيت. مش عارفه هو بيرطب ازاي، بس كده كده ببقى حاطه زيت قبله، بس بمسش بس بالراحه لغايه لما ايدي تتشرب كميه الكريم دي. وانا هنا كنت مكتره، انا عامه مش بحط الكميه دي، بس انا كنت عاوزه اوريلكم ملمسه، فمهم الكميه طلعت كبيره. انا بالنسبه لي دي اكتر خطوه بتخليني مرطبش جسمي كل يوم، لان انا بجد بنسى. ونيجي بعد كده لخطوة الهوت درينك، اللي انا بحب اشرب فيه نعناع لان هو بيخلص الجسم من السموم. والخطوة دي مش انا اللي مبتكراها، الخطوة دي بيضيفوها الكوريين، بس بيشربوا شاي شعير عشان يخلص الجسم من السموم،
عشان بشرتهم ما تحببش. حاجة اضافية هو طبق سلطة غني بالبروتين والالياف والفيتامينات وكل حاجة واي حاجة. بجد ده ميكس ما بين عدس مسلوق، خيار، طماطم، خس، خضرة، كل حاجة واي حاجة، وكمان بصل. فبجد طبق غذائي ممتاز، مفيش احسن من كده ممكن تاكلوه. مش لازم تاكله على فكرة كل يوم، انا بعمل طبق كبير وبقعد كل شوية كده اخد معلقة معلقتين، الا افتكر ما افتكرش. فده كده خطوة اضافية ليكم. وكده تبقوا وصلتوا لنهاية الفيديو ووصلتوا لنهاية خطوات التحدي. انا كده تقريبا حكيت لكم كل حاجة في التحدي ممكن تكونوا هتعملوها. شرحت لكم كل ستيب ايه اهميتها. تقدروا طبعا تضيفوا لو عايزين تضيفوا حاجة معينة، بتاخدوا حاجة معينة في تونيك معين بترشوه، في ستيب معين مثلا سيرم او حاجة بتحطوها لبشرتكم، اي حاجة. حتى لو هتلعبوا رياضة، مديتيشن، هتقروا كتب، ضيفوا للروتين بتاعكم اليومي. دخلوا كل حاجة في بعض، عرفوا نفسكم ان كل حاجة مهمة. الروتين ده مش هيزيد من حلاوة حد، بس احنا بنحاول نهتم بكل حاجة عندنا. احنا كلنا حلوين، ربنا ما بيخلقش حد وحش. اشوفكم في فيديو جديد، يا رب تكونوا انبسطتوا واستفدتوا. تصبحوا على خير.